سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. على غير العادة يا جماعة، مش من العاصمة دمياط، من مدينة الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، من سنتر دمياط للأساس. مكان محترم جميل جدا جدا جدا. أسعار أنا عملت لهم فيديو أو اتنين قبل كده النهارده مع أحد العملاء، بس مش أي أحد العملاء، باشمهندس عمرو القزاز، قناة قزاز تك على يوتيوب برضه. حاجة محترمة، دعموها يا جماعة وشوفوها، هتتعلموا منها حاجات هتفيدكم في السوفت وير والبرمجة. بس نرحب بالأسبوع. الله يخليك. نورنا. اهلا نور بنورك الدنيا ونورك والله. هسألك أمام الله وضميرك والسادة المشاهدين تقول لنا رأيك في المكان. والله بص، هو بامانه انا قبل ما اجي هنا طبعا لفيت كتير. بس معلش علي الصوت شوية الناس تسمعنا بس. تمام، انا قبل ما اجي هنا لفيت كتير طبعا، وشفت اسعار يعني صعبه. بس يعني الحمد لله من خلال صفحتكم على الفيسبوك، صفحه سنتر دمياط للاساس، عرفت المكان وجيت لقيت طبعا اسعار كويسه جدا مقارنه بره، وجوده عاليه. يعني من ضمن الحاجات اللي شفتها بره طبعا لقيت اسعار رخيصه كتير، بس بتلاقي مفيش جودة. مفيش جوده. انت عارف دايما. ثواني يا حاج معلش، ثواني يا حاج. اللهم صل على حضرة النبي وبارك لنا فيه. دايما بنقول في الفيديوهات ان القيمة مقابل السعر هي عنصر النجاح الاساسي والاول لاي عريس. هنا المكان اصله ضمايطة واصحابه ضمايطة، واحنا بندعمهم. يعني احنا في القناة بندعمهم وبنقول للناس موديلاتهم قوية جدا ومحترمة جدا. وانت هل برضو في المعامله الانسانيه ده شق والصدر تاني. الرحب ده شق تاني غير الشق الشغل نفسه وكده. لا، الشق المعامله والذوق والاحترام بصراحه مع المعلم محمد بصراحه يعني حاجه ما تتوصفش. برضو انا حابب اضيف نقطه كمان، يعني الحاجات اللي كانت بره كاوزان، بعيدا عن المنظر اللي حضرتك بتلاقي مثلا المعجون معمول تحس ان هو معمول بالايد. الفينشنج مش قد كده يعني. المعجون لا، هنا الفينش تمام، اوزان الحاجه هنا ضمايطه يا باشا، ضمايطه كانك في حته من دمياط بالظبط. زي ما انا قلت للناس والله في الفيديو، اوزان الحاجه هنا مختلفه. يعني الوزن مثلا الضرفه بتاعت اوضه النوم، الجرار، تحس ان انت ماسك شغل محترم. الكرسي الوزن بتاعه مختلف. باشمهندس عمرو يا جماعه اشترى من هنا عفش، الف مبروك علينا، ببارك له بصفه الشخصيه وبصفه اصحاب المكان. دايما احنا بنجري في الخير، دايما اي حد بيجي على سكتنا بيكون زي استاذ عمرو مرضي. مش انت بتجاملنا ولا حاجه؟ لا والله ابدا. على فكره يا جماعه انا ليس لي، انا معرفتي بالمعرض عن طريق صفحه الفيسبوك، وجيت على هذا الاساس، ويعني ما لقيتش غير كل احترام بصراحه. وانا والله بشجعهم عشان هم شايلين اسم دمياط، وعشان محمد مش غريب والريفي مش غريب والناس محترمين وانا بحبهم وبدعمهم. انتوا كمان يا جماعه تقدروا تستفادوا من عروض كبيره بجد وعروض صادقه بجد في الاسكندريه امام المعهد الديني العصافره ابلي، شارع الملك حفني، سنتر دمياط.